من فتره كده نزلت اسك وسالت الناس نفسكم الاي اي يعمل لكم ايه في حياتكم، فاليوزر نمبر 27040 2005 تقريبا ده عيد ميلاده، قال لي نفسي ابعت له كتاب كامل ويحلله ويعمل لي شرح ليه بشكل اوضح وابسط، ويعمل لي ملخصات لكتب مهما كان حجمها وتكون صحيحه واسئله. يا اسطى انت مش عايز اي اي، انت عايز حد يذاكر مكانك. بس يا يوزر 27 في اداه بتعمل نفس الكلام ده بالظبط. ومش بس كده، خد المفاجاه، بتعمل لك خرائط ذهنيه مايند مابس، بتعمل لك بودكاست يشرح لك الكتاب او الشابتر اللي انت عايزه. وفجاه رقم 3 بتدعم اللغه العربيه، والاهم من ده كله انها مجانيه ببلاش. الاي اي تول دي من جوجل واسمها نوت بوك ال ام. فلو انت طالب مزنوق في امتحاناتك مش عارف تعوض في الفاينل، عندك بحث او تسليمات، او طالب دراسات عليا مزنوق في الماجستير والدكتوراه، فالاداه دي كنز ليك حرفيا. صلي على النبي بقى وتعالى اشرح لك الاداه دي بتستخدمها ازاي وتخليها تذاكر لك ازاي. بس الاول مسي على المعلم بيومي عشان ده الكباره بتاعتنا، ده اول معلم يستخدم الاي اي ده. هتدخل على جوجل تكتب نوت بوك ال ام وتقوم اختار كرييت نيو. اول حاجه هتروح لابلود سورس، هنا هترفع له كل الملفات اللي انت بتذاكر او بتعمل بحث منها. في كلمه ابلود هنا ممكن ترفع له فايل بي دي اف، كتاب، مرجع، مذكرات عندك، ملفات وورد او المحاضرات بتاعتك. كمان ممكن ترفعها من جوجل دوكس او جوجل درايف، وتقدر تضيف لينك ويب سايت او روابط فيديو يوتيوب. انا بقى عشان هنعمل تيست واوريكم الموقع ده جاحد ازاي، فاحنا محتاجين مرجع كبير جدا جدا وصعب جدا جدا. فما لقيتش احسن من مرجع علم العقاقير في كليه صيدله. ولو بتسال على صعوبه الماده دي تقريبا شلت القسم كله. حملت مرجع العقاقير كامل 500 صفحه واديته له، وكمان هضيف رابط فيديو كده بالمره. هتلاقي بقى عندك هنا سورسز 50، ده عدد ملفات البي دي اف والمراجع اللي تقدر ترفعها له في البروجكت الواحد، مش عدد الصفح، ده عدد المراجع. لغايه هنا الموقع هيطلع لي كل حاجه انجلش. لو انت عايزه بقى يطلع لك كل حاجه عربي، بتروح على سيتنجز سيستم اوت بوت وتختار اللغه العربيه. انا بقى ممكن اساله اي حاجه، ممكن يروح يجيبها لي من المراجع. ممكن اقول له لخص لي المرجع ده في مقال 10000 كلمه، او اشرح لي اي شابتر معين انا مش فاهمه في المرجع. شرحه لي هقول له مش فاهمه، اشرحه لي بطريقه ابسط، اشرحه لي وكأن طفل عنده 10 سنين. ما انت غبي بقى مش فاهم اي حاجه ولسه بتبدا الماده اصلا. خلص لك الشابتر وفهمته، قول له طب اعمل لي كويز ام سي كيو على شابتر رقم 9 متوسط الصعوبه، ولو انت دحيح قول له شديد الصعوبه. الحاجات اللي في الجنب دي بقى بريفنج، ده بيختصر لك الفايلات دي كلها ويطلع لك الخلاصه بتاعتها. ستادي جايد بيعمل لك خطه كده عشان تدرس الحاجات دي، وتايم لاين حلو قوي لو في مراجع تاريخيه بيعمل لك خط زمني بالتواريخ اللي في المرجع. واحد هيقول لي يا عم عادي مش منبهر، اعمل لي مايند ماب للشابتر ده او للفايل ده، يعمل لك احلى مايند ماب كليكابل على عيونك، كل ما تضغط يوديك للفروع بتاعتها. وكمان ممكن تحمل المايند ماب. لا والله بس لسه مش منبهر قوي. لا ده انت ليه الادب بقى وعايز تتربى، ها؟ تقدر تروح له بقى في حته البودكاست تقول له والله اعمل لي شابتر رقم 9 بودكاست، يقول لك يابا احلى بودكاست على عيونك. كان في تركيز واضح على مشاكل الجهاز الهضمي معاك احلى بودكاست تسمعه في المواصلات في الثلث ساعه اللي قبل الامتحان. الاداه اسمها نوت بوك ال ام من جوجل، مجانيه، وده من احسن الفيديوهات اللي شرحتها. ولو عايز رابط الاداه ورابط فيديو الشرح فقول لنا في الكومنتات، والمعلم بيومي شخصيا هيبعتها لك في رساله. لايك، فولو، شير. كان معكم هاني شاكر، حسن شحاته.